الو. طب بص حضرتك، انا اتفضل. معايا مشكله. قولي لي مشكلتك ايه؟ انا عندي جوزي، هو بيحبني قوي، امم. وانا متجوزه ومعايا ولد. تمام. بس هو مش بيرضى يخليني اشتري تليفونات تاتش ومسيني تليفون بالعافيه. ده نتيجة انه مثلا حصل موقف فشك فيكي مثلا، ولا هو ده طبعه؟ ما حصلش اي مواقف. هو بيقول لي انا بس مش عايزك تكلمي اصحابك عشان ما يبوظوكيش وكده. امم. امم. وانتي متضايقة من الموضوع ده؟ فارق معاكي يعني التليفون التاتش وانك تكلمي اصحابك؟ علشان ما شغلش واتس ولا فيس ولا كده ولا كلمه. انتي بقالك قد ايه متجوزة؟ انا بقالي سنتين. تمام. ايه الموضوع؟ ايه المشكلة؟ ايه ايه المشكلة في انه عامل كده؟ انتي فارق معاكي الموضوع ده؟ انا انا متضايقه. هما اهلي، هو انا قلت لاهلي وكده، اهلي قالوا لي خلاص اعملوا له اللي هو عايزه وكده، ما تزعلوهوش. وانت لو عايزه تكلمينا كلمينا من التليفون. تمام. وانت بس اكيد انا بتكلمي اهلك من التليفون اللي معاكي اللي لسه بزراير، اللي مش تاتش. اه. تمام. انت متضايقه بقى، متضايقه عشان ماسكه تليفون. متضايقه، قاعده لوحدي في شقتي، ما بنزلش، ما بخرجش على طول كده، فما بكلمش حد قد كده. يعني انت حاسه بان الوقت ممل وان التليفون هيخلي الوقت يعدي اسرع؟ طيب بصي يا حبيبتي، انت مفروض يعني العقد شريعه المتعاقدين، ومفروض ان الجواز ده هو عقد واتفاق. انتوا الاتنين اتجوزتوا وخلفتوا، وهو بيشترط ده او بيطلب الطلب ده. كون ان انت ارتضيتي بيه خلاص، اصل مش امر جلل يخليكي تخربي بيتك ولا حياتك. مش هنكر ان التليفونات خربت بيوت كتير، ومش هنكر ان الوقت اللي بيضيع في مسكه التليفون فيه حاجات كتير اولى بيه. فيمكن التليفون اللي انت زعلانه قوي انك مش ماسكاه ده يبقى الخير في ده، ويبقى الافضل ان انت ما تمسكهوش، ويبقى الافضل ان انت تسمعي كلامه، لانه واجب عليك تطيعيه طالما ما بيطلبش منك شيء غلط ولا حرام. هو بيطلب طلب شرعي جدا وممكن ان انت ترضي بيه، خاصه ان في وسيله للتواصل معاه لو حصل مشكله او لو حصل لك ازمه لا قدر الله، ووسيله للتواصل مع اهلك. فما تصعبيش الامور على نفسك. مش ماسكه التليفون التاتش ولا متابعه الفيسبوك، صدقيني انت مرتاحه كتير، صدقيني انت مرتاحه كتير والله، وبقولها من قلبي. التليفونات يعني صداع ومسؤوليه ومشاكل وتطلع على تفاصيل الاخر وفضول وحاجات كتير جدا جدا جدا، انا ما بشوفهاش احسن حاجه.